ربنا سبحانه وتعالى جعل كف البصر نعمة بالنسبة لي. الشاب مهند سبحان الله فقد بصره منذ 24 عاما، منذ ولادته عنده أنشودة جميلة. هذه الأنشودة لا يفهمها ولا يشعر بمعانيها إلا من فقد بصره. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر، عسى يزايلني الضجر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر. أريد أن أوضح بعض تفضل المفاهيم. واحدة من الحاجات اللي يعني حينما أسأل عن أنك وأنت كفيف البصر، نعم، أقول إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل كف البصر نعمة بالنسبة لي. حينما يقال لي كيف، أقول لك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه نعمة من الله، جعلك تكف البصر، إنك تعفى من سؤال. إحنا ما ندري إنه يعني سؤال ربنا سبحانه وتعالى كيف، الواحد قدر شنو، سؤال الواحد قيمته كيف، أو الإجابة عليها كيف أو كده، ما بالك من إنه يعني يطوى سؤال. هذه نعمة، يعني يطوى سؤال، هذه نعمة.